عليكم، شو اخباركم؟ بسوي معاكم مكبس دياي بطريقة امي الله يرحمها. وايد طلبتوا من قبل شلون نسوي مكبس دياي. اليوم بسوي معاكم. قبل لا اشتغل بالمكبوس هني عندي العيش غسلناه وحطيته بالماي، بس لاحظوا في لما الحين قاعد يطلع نشا، خلوه. هني عندي الدياي نظفناه عدل، شلت الجناح، لازم تأكدوا ان الدياي يكون ما فيها شعر، اوكي، تكون وتشيلين اللي داخلها تنظفينها عدل. ونصيحة لا تفكرين تغسلين الدياية بخل، أدري إن أغلبكم يغسل الدياية بالخل، نصيحة لا. أمي حبيبتي الله يرحمها كانت تقولي عايشة صح الخل يطير الزفرة، بس في أشياء وايد بدال الخل إنها تطير الزفرة. بس ليش ما نغسل الدياية بخل؟ لأنه يعرض لي الدياية، يمسكها شوي، يخليها يامدة شوي، مو ترفة لما ناكلها. بالنسبة لي أغسل الدياي عدل، أهم شيء إني أنظف بطنها عدل وأشيل منها الزوايد كلها وأنظفها من الدم 100%. تالي أذر عليها ملح خشن وبس، أخليها شي ب5 دقايق، هم عقب أغسلها من الملح الخشن. الحين راح أراويكم الحشوة اللي راح أحطها في بطن الدياية. هني عندي بصل مفروم ناعم، لاحظوا البصل شلون ناعم حيل على حسب كمية. وهني عندي بعد فلفل أخضر حار، انزين هم على حسب الرغبة، تحبين فلفل ما تبين. وهني راح أحط ثوم مفروم، هني حطيت تقريبا فصين ثوم مفروم. هني البهارات اللي راح أحطها بحشوة الدياية اللي هو بهارات مخلوطة، هيل مطحون فريش، كزبرة محموسة من قبل مطحونة، شوية لو. راح أحط الحين البهارات كذي الخلطة هذه. هني عندي شوية زيت دلال، اخلطهم عدل ويا بعض. هذه هي خلطتي، شوفوها صارت جاهزة. لا تكثرون من البهارات والاشياء وايد عشان ما تضيع عندنا النكهة، عرفتها. راح اضيف معاها بيض مفيوح، اللي ما يبي بيض هم على راحته، بس هو حلو داخل بطن الدياي. طبعا البيض مسلوق من قبل. ها الحين نحشي بطن الدياية كذي. الحين نخيطها كذي، دير بالكم لا ينشق معاكم اليد. من ساعة قلت إذا فيها شعر شيلوها سريع، هو إذا فيها ريش بس يلا غلطنا، يعني شو المشكلة؟ ترى كل شيء سهل، مجرد ما انتي تسهلين شغلك يصير الشيء وايد سهل وبسيط. اوكي، الحين راح نبدي بالمكبوس، وايد سهل وايد نظيف، دام سوينا الأساس خلاص شغلنا راح يكون سهل. الحين راح أحط من السمن دلال نباتي بس كذي بالجدر. حطيت البهارات العدلة وراح انزل فوقها البصل، بهارات صحيحة تشوفوها اللي هو هيل ودارسين وفلفل اسود. حمسهم كذي شوية واحط الدياية فوق. مجرد ما كذي خذت عندي البصلة لون، انزل الدياي. هذه الدياية الثانية، خلوها كذي على ظهرها كذي. الحين راح نصب فوقها، راح نحط الملح والبهارات المخلوطة ونحط الماي الحار. راح نحط دبشة كذي كبيرة من البهارات المخلوطة واحطها هني فوق الدياي كذي بهذا الشكل. وراح احط بعد عندي هني الملح، اوكي، وبس بقلبهم شوي واصب فوقهم الماي الحار. مو تقلبونهم تكسرون للدياي كذي، بس كذي. الحين راح اصب الماي الحار، اوكي.
ضروري قبل تحطينه فوق الدياي اللحم ايا كان لازم يكون حار يغلي، ما تحطينه عادي عشان ما يطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. نصب الماي الحار كذي، حرصوا انه يكون حار. كيت لي واحد ما كفاني، الحين قاعد اسوي واحد ثاني، بس لاحظوا عندي لون الماي شلون يكون. ان شاء الله مع العيش ما راح يكون لون العيش. اهم شي حق مجبوسنا الكويتي الصح انه ما يكون لون العيش عندنا اصفر ولا لون ثاني، لا يكون لونه فاتح عشان يبين تالي معانا الزعفران ويبين معانا الحشو، يصير 3 ألوان. عيشنا يكون فاتح بعدين الزعفران وتالي الحشو. هذا الماي الثاني ابي يصير حار، بس ما راح ازيد وايد ماي، قده بس يغطي الدياي تالي خلاص. راح اغطي الحين الجدر واخليه يطبخ مدة 1.5 ساعة. على فكرة ترى انا اطبخ الدياي 2 ساعة مال اوردراتي عشان سوري، لازم اقلب الدياي على وجهها عشان هني تحمشت واخليها تستوي عندي من تحت. اوكي، هني عندي مقلاة من غير زيت ولا ماي ولا اي شيء، حطيت فيها 3 بصلات مقطعتهم صغار عشان بسوي الحشو الكويتي الصح مال اول. هني شوفوا عندي شلون البصلة اخذت عندي لون، الحين ابي لونها يصير اغمق شوي وازيد لها شوية ماء. شوفوا هني شلون البصلة عندي تبلت خلاص، وشوفوا اللون اللي تحت هذا ابي راح احط عليه شوية ماي، راح ابخه بشوية ماي. شوفوا اللون هذا طلع من المقلة، راح يروح حق البصل. بهارات حشو بس هيل، ملح، فلفل اسود، لومي اسود مطحون شوي. اوكي، وابتدي احمسهم مع بعض. تالي راح احط فوقهم النخي وراح احط بعد كشمش. اوكي، هني كانوا عندي كشمش والزبيب نقعته بماي من نص ساعة، والحين راح اشغله واحطه فوق الحشو كذي. بوسع بالنص، بحط زيت شوي عشان راح احط الكشمش اقلي شوي هني بالزيت. هني هذا الكشمش عندي بقلي شوي بالزيت هذا. العيش شخلته بمشخال وراح احطه بجدر ثاني واصب فوقه ماي الدياي، ماي سلق الدياي. اوكي، الدياي عندي كذي خلاص استوى، الحين راح اطلعه واشخل الماي من البهارات الحب والبصل هذا واحطه فوق العيش. اوكي، يلا بسم الله. هذا ماي سلق الدياي. الحين نضبط الملح واخليه يستوي بالجولة. اوكي، الحين حطيته على النار واخليه اول 10 دقايق يضبط. لما ينشف عندي العيش اقصر عليه الجولة. الحين راح نحط النخي عندنا مسلوق وخالص، راح نشيل فوق حشونا. طبعا لازم مع المجهوز ناكل هذه السلطة اللذيذة، تعلمتها من مرت اخوي هلا، ما قصرت، تينن مع المجهوز. عبارة عن خس وذرة وخيار وبصل اخضر، عرفتها بس. اوكي، شوفوا المكونات بسيطة. ناخذ قرشتين من المايونيز، هذه الصلصة اللي قاعد اسويها معكم، وقرشتين زيت زيتون، قرشتين عسل ليمون، وشوية ملح وفلفل اسود بس بعد بس قرشتين عسل ليمون وزيت زيتون. يلا هنا نحط بعد زيت زيتون قرشتين بس. تعالي نحطه بعد وملح. سلامتكم، تسلم السلطة هذه. لا تبون تحطونها يعني من تحت خس بعدين خيار بعدين بصل اخضر بعدين ذرة كيفكم، بس انا لاني راح اخلطها واوزعها بوادي. الحين راح اسوي فوقها كذي هذا الصوص اللي سويته معكم اللي هو مايونيز وزيت زيتون وليمون وملح وفلفل اسود بس. شوفوا شلون صارت.
نحط على الينب هني منقوع الزعفران اوكي على جنب. شوفوا هني حطيت ماي دياي، خذيت منه شوي وحطيت فيه شوية من سلطة الزعفران، وراح احطه كذي فوق الدياي قبل لا اقلي. كذي راح اقلي الدياي يعني. اوكي نحط الحشو كذي على الجنب، بس شي مكان واحد طبعا مقصرين على الشولة، واخليه كذي بو 5 دقايق ياخذ ريحة الحشو ويعطينا نكهتين. قاعدة اقلي الدياي، اذا ما تبي تقليها تقدر تحطها بالفرن، بس القلاي اسرع وانضف. حطينا الدياي هني عقب ما قليناهم، الحين راح نشيل الحشو شوي شوي نحطه هني على صوب. اهم شي معونكم ما يصير فيه ماي، ديروا بالكم. هني راح احط بعد منقوع الزعفران كذا، ليش احطه على الجنب؟ لانه ما ابي العيش كله يصير لونه برتقالي، لا. لاحظوا معاي لون العيش، شفتوا لونه شلون فاتح؟ هذا هو لون المكبوس الصح. اوكي نحط الحين فوق العيش طبقة من اللي سويناه سلطة ويا الزعفران. راح اخذ الحين من الحشو، بس راح احطه على جنب واحد عشان مو الكل ياكل حشو بيكشمش. الحين نفتش الخيط على حشوتنا اللذيذة، تطلع لنا بيضة. شوفوا شلون بيض. طبعا اللي عندي هني متولعين العمالة اللي عندي، ها هم طبعا قاعد يذوقون من المواعين.